مالك يا صاحبي؟ مفيش. بس حاسس ان العمر بيجري ولسه ما عملتش حاجه. اه، وانا كمان. وكل ما اثبت في شغلانه احس ان انا مش قادر اكمل فيها، وفعلا ما بكملش. اه والله. وانا كمان. مش عارف، حاسس كده ان انا ضعت. لا عارف انا مين، ولا عارف انا عايز ايه مش عارف، ولا حتى الناس اللي حواليا فاهميني. وانا كمان. وخطيبتي كل يومين ثلاثه مشاكل وطلبات وحاجات. اه والله. وانا كمان. تصدق ايه يا حسن؟ انت مش خاطب اساسا يا حسن؟ في ايه يا عم؟ هو انت داخل لي قافيه؟ طب اقول لك حاجه، انا اصلا غلطان ان أنا نزلت اقعد معاك، انا قايل. استنى. ايه؟ وانا كمان. فاكر لما كنت بتقول انك عند ال 25 سنه هيبقى عندك شركتك الخاصه وهتتجوز وهتخلف وهيبقى عندك عربيه؟ انا بس قلت افكرك انك داخل على ال 30 ولسه ما جبتش كاوتشه العربيه حتى. مش عايز انكد عليك بس بص حواليك، مش متاخرين شويه يا ابو حميد؟ يعني اصحابك نصهم خاطب والنص التاني عنده علي وعلياء، وانت لسه عايش مع ابوك. ايه اللي بيعايرك باكلك وبشربك؟ انت تقلت قوي صديقي المشاهد. خلاص بقى يا ابو الكباتن، مش قادر اخد نفسي. مش القصد والله، انا عارف انك صحيت من النوم فجاه لقيت في بتاع 5 سنين اتخطفوا منك وما تعرفش راحوا فين، وعارف ان اوضاعك النفسيه والاقتصاديه والبيولوجيه تحت الصفر. بس اطمن يا صديقي، كلنا زيك. صدقني لما بنقعد مع بعض على القهوه وتقول لي انك خايف من بكره، فرد عليك واقول لك انا كمان، فتقول لي انك مش لاقي شغل، فاقول لك وانا كمان، فتقول لي انك ما وصلتش لحاجه من اللي حلمت بيها، فاقول لك وانا كمان. انا مش بعلق عليك صدقني، انا فعلا زيك صديقي المشاهد. لو انت عندك 20 لحد اوائل ال 30 سنه فشد لك كرسي واقعد. ها، خلصت تعليم؟ قلت لي بقى عايز تشتغل بشهادتك ومش لاقي حاجه مناسبه ومش عارف تستنى لحد ما يجيلك حاجه مناسبه، ولا تشتغل اي حاجه ولو بشكل مؤقت، وفي نفس الوقت القطر بيجري ولازم شقه وعفش وفرح وخطوبه وهدايا واللازم منه، ومع ذلك طفلك الصغير جواك متألم وعندك مشاكل وحوارات مع نفسك عايز تحلها. ابن خالتك اللي شغال مهندس بترول في الخليج وواخد 3 ميداليات في ركوب العجله بدون سندات، ده غير تقلباتك المزاجيه ومخاوفك العميقه من ان انت ما تلحقش تعمل حاجه، او قلقك من ان انت تتحط في مفترق الطرق. واللي عنده لازم تختار حاجه واحده بس تعملها وتتخلى عن الباقي، والباقي ده ممكن يبقى حلمك اللي عشت عمرك كله بتتمنى تحققه لما يتعارض مع ساقية الجواز والمسؤوليات اللي هتبقى عليك. والباقي ده برضه ممكن يبقى صحتك لما تبقى محطوط ما بين مطرقه الضغوطات والمسؤوليات اللي وراك، وما بين انك مربوط في ساقيه مش قادر حتى انك تحسن من صحتك شويه بسببها. فلو كل ده عندك فمبروك عليك، انت رسميا محشور في ازمه ربع العمر وتستحق ان اطلب لك كوبايه سحلب دلوقتي. سحلب مش كده؟ على حسب الساينتفك امريكان فاغلبيه الشباب في العالم بيمروا بنفس الازمه بتاعتك دي، وبيمارسوا على الاقل 7 وظائف في العشرينات فقط، وده عدد كبير من التغيرات الوظيفيه مقارنه باي فتره تانية من عمرك. صديقي انت عمال تتقلب من وظيفه للتانية على امل انك تلحق حاجه انت نفسك مش عارفها. عيني في عينك كده بذمتك، عارف انت عايز ايه؟ واما الجواز يا سيدي فدايما بيكون في وقت متاخر جدا من عمرك، تلاتينات بقى وانت طالع في الغالب. وده صديقي المشاهد عكس اللي كان بيحصل مع ابويا وابوك في اوائل السبعينيات، واللي كان الراجل بيتجوز وهو عنده 23 سنه ويكتب قايمه ب 4 جنيه ونص ويتجوز على مرتبه سرير، ويوم ما يبزر يجيب سرير حديد ابو ناموسيه ده. والبنت كانت بتتجوز وهي عندها 21 سنه وتروح بيت جوزها بشنطه هدومها اللي كانت كلها عباره عن جلاليب فسكوز احمر. دلوقتي صديقي انت لازم تعمل خطوبه وتجيب ذهب وتجيب فستان وتجيب هدايا وتجيب شقه وتجهزها من الابره للصاروخ وتعمل فرح واللازم منه عشان بس تمارس حقك الوجودي في التكاثر. وانت برضو صديقتي المشاهده ابوكي مش عايز يعيش عيشته. غساله اطباق ايه دي اللي يكتبها في القايمه؟ ومع بدايه 2009 ومع ازدياد سوء الوضع الاقتصادي في العالم وبالاخص في العالم الرابع بتاعنا، الارقام دي اتغيرت لدرجه ان البنت بقت بتتجوز وهي 26 سنه والراجل بيتجوز وهو 28 سنه. يعني انت بقيت بتتجوز وانت اكبر 5 سنين عن ابوك لما جه يتجوز. بس ايه ده كده وما تبقاش حامي صديقي المشاهد. صحيفه الول ستريت جورنال نشرت مقال بتعزيك وتقول لك ايه ده كده ما تقلقش، انك تتجوز في اواخر الثلاثينات ده افضل ليها وليك اللي هتتجوزها، لان انت كواحد بتعاني من ازمه ربع العمر فعقلك يعني مش بينضج كفايه ان انت تاخد قرارات وتشيل بيت ومسؤوليه غير لما توصل اواخر العشرينات. وده لان المتخصصين كانوا متخيلين ان العقل بينضج مع بدايه البلوغ، الا انه برضه نمو عقلك بيفضل يكتمل حتى بعد البلوغ لحد ما تدخل عتبه الثلاثينات وتستوي كده وتعقل. وانا عارف ان الحته دي ما اقنعتكش ولا اقنعتني انا بصراحه. ايه يعني اللي استنى واتحمل ظروفي لغايه ما اوصل الثلاثينات عشان اتحقق حضاريا واعيش في تبات ونبات واخلف صبيان وبنات؟ بس الحياه بتقول لك وبتقول لي تألموا في صمت من فضلكم.
انا عارف ان حياتك تبان للناس من بره انها متزنه، لكنك من جواك عارف ومتاكد ان انت في وضع سيء على كل المستويات، الا ان انت لو فهمت اللي جاي ده فهتعدي من ازمه ربع العمر باقل الخسائر الممكنه. ولان الفكره ما تتصلحش غير بفكره زيها، فلازم تفهم ان شعورك العميق بالضياع وعدم الاستمرار هو جزء اصيل من حياتنا كبني ادمين. ده قانون الكون بكل حاجه فيه، مش بس في حياتنا الشخصيه. وعكس اللي ضحك عليك وانت صغير وقال لك اتعب النهارده عشان ترتاح بكره، انا بقول لك ان كل مرحله في حياتك هيظهر لك فيها ابتلاءات وتحديات جديده، ولكن نحط تحت ولكن دي خط. الامكانيات اللي هتكتسبها مع مرور الوقت من كم المشاكل اللي قدرت تخرج منها هي مكتسبات تستحق النضال من اجلها. وهنروح بعيد ليه؟ شوف لما كانوا يصحوك زمان لمدرستك وتقوم بعماصك وتشيل شنطتك على ظهرك، وفي طريقك تفضل تحسد اللي رايح واللي جاي عشان مفيش وراه مدرسه. كانت المدرسه هي اكبر تحدي ليك في المرحله دي من حياتك، ومش بعيد دلوقتي تكون بتتمنى ترجع لنفس المرحله دي بنفس العقليه ونفس المهارات اللي عندك دلوقتي. كذلك صديقي المشاهد، وزي ما قال الدكتور مصطفى محمود، ربنا بيخلقك وبيدلك. لما بنبص لبعض الطيور ونلاقيها بتهاجر فوق ال 3000 ميل وبتنتقل من قاره لقاره، وهي تشريحيا لا عندها عقل ولا جوجل مابس ولا شاهين سرفايفل فرع الفقاريات، لكنها مدفوعه بالاحساس اللي يخليها تقدر تهاجر بدون ما تضل طريقها. فاكرك انت هتقدر تعيش فيها بطولك؟ صديقي المشاهد، انت لو اتسبت لنفسك هتبوظ الدنيا وانت عارف كده. لازم تفهم ان الحياه ميكس بين البنى والهدم، وبين الفوضى والنظام، وبين نعيم الاستقرار وجحيم الاضطراب. وعلى راي المفكر العظيم علي عزت بيكوفيتش لما قال: لن تعرف الخط المستقيم إذا لم يكن لديك فكرة عن الخطوط المائلة. هتحس أنت إزاي بنعمة الزوجة لو ما قابلتش صعوبات في الحصول عليها، وهتقدر إزاي نعمة الفلوس وتصرفها بشكل صحيح لو ما تعبتش في كل جنيه يجيلك، وإزاي هتقدر تساعد الناس وتحل مشاكلهم لو ما مريتش بنفس أزماتهم النفسية والاجتماعية، عشان لما تصدر لهم حلول تكون حلول واقعيه مجربه مش مجرد تنظيرات. صديقي المشاهد، ما طولش عليك قول طول، انت محتاج تخرج شويه بره الصندوق، محتاج تجرب حاجات جديده وتفتح لك فرص جديده. فلما انت غيرت وظيفتك مره واثنين وثلاثه، ده ما كانش تنطع منك ولا لان حالك مايل، لا، ده لان انت بالفطره عايز تكسب خبره جديده في مجالات جديده، وده لانك في مرحله تغيير وعدم اليقين فيها هو شعارها الاساسي. انت ممكن شعورك بعدم الرضا يكون ما هو الا انذار ليك بانك محتاج شويه تغييرات، اشاره انك محتاج تكتشف الحاجه اللي تحب تعملها بحماس، انك تجرب شويه هوايات جديده هتفيدك جدا. ومش لازم يعني صديقي المشاهد تقعد تقارن نفسك بابن خالتك اللي راجع من الخليج واشترى نص بلدكم، ولا بالتيك توكر اللي كل يوم في بلد جديده. المقارنه هي الشيء اللي بيخليك طول الوقت مرتبك وقلقان، حاسس دايما ان كل الناس سابقينك، وان كل الناس احسن منك، وان انت حالك مايل زي برج بيزا في ايطاليا. ومشاعر القلق والارتباك دي بتزيد بالاخص لو المقارنات دي بتحصل لك من بره، من الاهل او من شريكه حياتك او من اصحابك. فلازم يفهموا اللي انت فهمته دلوقتي عشان الحياه تمشي. وعشان الحياه تمشي كل اللي عليك انك تعمله انك تبعت الحلقه دي لاهلك واصحابك، وتعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتكتب لي رايك في تعليق، وتنزل تقرا شويه في المصادر اللي موجوده في صندوق الوصف. وهات الكرسي بتاعي بقى وقوم اعمل اللي قلت لك عليه. يلا سلام.